يعد أيوب بوعدي واحداً من أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بعدما خطف الأنظار بموهبته الكبيرة مع ليل أوسي الفرنسي، وأصبح محل متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة في المغرب وفرنسا على حد سواء. وقد تحول ملف اختياره الدولي إلى قضية رياضية مهمة، خاصة مع احتدام المنافسة بين الاتحادين المغربي والفرنسي على المواهب مزدوجة الجنسية. موهبة استثنائية في الملاعب الفرنسية. ولد أيوب بوعدي في فرنسا لأسرة مغربية، وتكون كروياً داخل أكاديمية ليل المعروفة بإنتاج المواهب. منذ سنواته الأولى لفت الانتباه بقدرته الكبيرة على التحكم في نسق اللعب والهدوء تحت الضغط، إضافة إلى ذكائه التكتيكي الذي جعله يتفوق على لاعبين أكبر سناً منه. يلعب بوعدي في مركز خط الوسط، ويتميز بعدة خصال فنية جعلت العديد من المحللين يشبهونه بنجوم الوسط العصري في أوروبا. ومن أبرز مميزاته دقة التمرير تحت الضغط، الرؤية التكتيكية العالية، القدرة على افتكاك الكرة، التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، اللعب بثقة رغم صغر السن، المرونة التكتيكية في أكثر من مركز. ومع تصعيده مبكراً إلى الفريق الأول لليل أوسية، أصبح أصغر اللاعبين مشاركة في بعض مباريات النادي، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها داخل المنظومة الفنية. لماذا يعتبر ملفه مهماً للمغرب؟ يأتي الاهتمام المغربي ببوعدي في سياق استراتيجية واضحة يقودها وليد الركراكي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تهدف إلى استقطاب أفضل المواهب المغربية المولودة في أوروبا. بعد النجاح التاريخي لمنتخب المغرب في 2022 فيفا وورلد كاب، ارتفعت جاذبية المنتخب المغربي بشكل كبير بين اللاعبين مزدوجي الجنسية، خاصة بعدما أثبت الأسود الأطلس قدرتهم على منافسة أكبر المنتخبات العالمية. في هذا السياق ينظر إلى بوعدي على أنه مشروع قائد مستقبلي لخط الوسط المغربي، خصوصاً مع حاجة المنتخب إلى تجديد هذا المركز بعناصر شابة قادرة على اللعب في أعلى المستويات الأوروبية. تمثيل المغرب في الفئات السنية. اختار أيوب بوعدي بالفعل تمثيل المغرب على مستوى الفئات العمرية، وهو قرار اعتبره كثيرون مؤشراً إيجابياً نحو استمراره مع المنتخب المغربي مستقبلاً.